طبعا كلنا سمعنا في الفترة الأخيرة عن القبض على مجموعة من التيك توكر ومكافحة الدولة لجريمة غسيل الأموال. تحب تعرف يعني إيه غسيل الأموال؟ تحب تعرف عن الجريمة اللي بتلمع الفساد؟ هل عمرك سمعت عن جريمة بتغسل الفلوس؟ أيوة بتغسلها فعلا، بس مش في الغسالة. دي جريمة اسمها غسيل أموال، جريمة بتلمع الفساد وبتحول المال الحرام لمال نظيف، بس نضيف شكلا لكن ريحته كريهة قانونا. يعني ايه بقى غسيل اموال؟ غسيل الاموال ببساطة تحويل فلوس جاية من جرائم زي تجارة مخدرات، رشوة، دعارة وغيرها من الجرائم لشكل قانوني كأنها فلوس نظيفة طلعت من شغل مشروع. يعني تاجر مخدرات مثلا يشتري شركة او كوافير او مطعم ويبدأ يضخ ارباح مزيفة علشان يبرر دخل المال الحرام. يعني الكلام ده معناه ان الجريمة بتمر بمراحل ثلاثة: الإيداع يعني يدخل فلوس في النظام البنكي أو السوقي. 2 التغطية يعني الفلوس بتنتقل بين حسابات وشركات كتيرة عشان يتوه الأصل. وأخيرا الدمج يعني الفلوس بتدخل في نشاط مشروع كأنها جاية من تجارة حلال، وفي الآخر الفلوس الحرام تظهر للناس أكنها بيضة. بس القانون المصري واعي جدا للعبة دي. المادة 14 من قانون مكافحة غسيل الأموال رقم 80 لسنة 2002 المعدل بالقانون 78 لسنة 2003 بتقول لك أي شخص يرتكب الجريمة دي يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 7 سنوات وغرامة تعادل ضعف قيمة الأموال المغسولة، وكمان ممكن تتحجز أمواله وتتصادر ممتلكاته. طيب تحب تعرف الدولة إزاي بتكشفهم؟ الدولة بترصد العمليات البنكية الغريبة وبتراقب الأنشطة التجارية اللي ظاهرها حلال وباطنها بلاوي. ولو ظهرت فجأة شركة بتحقق أرباح خرافية من غير سبب واضح، غالبا في غسالة شغالة وبتنشر كمان. خلاصة الموضوع، غسيل الأموال مش بس بيضيع حق الدولة، ده بيغرق السوق بفلوس حرام وبيفسد الاقتصاد وبيخنق التجار الشرفاء. لو عرفت عن حالة زي كده بلغ فورا وحدة مكافحة غسيل الأموال سواء في البنك المركزي أو أي جهة مختصة. السكوت عن المال الحرام مشاركة في الجريمة. وفي النهاية لو مهتم بالقانون تابعني.